في وقته. معنا السيد حسين الكيلاني مدير مركز التكوين والتدريب المهني بجابس. صباح الخير ونهارك زين سيدي. صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بالديوان فهم. يعيشك. المركز هو المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بجابس. ايوه تحديدا. اعطيني فكره دونك على المركز، على الاختصاصات الموجوده، ومن بعد نمشيو للمبادره التونسيه الالمانيه. في اساس المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب فيه قطاع البناء وفيه قطاع التنقيب، وهو الوحيد في تونس اللي فيه القطاع هذا. داكور. عدد المتكونين تقريبا في 842 متكون. فيه مستوى الشهاد تقريبا الكل، من شهاده مهاره، شهاده الكفاءه المهنيه، شهاده مؤهل تقني، وشهاده تقني ثاني في 4 اختصاصات. كل عام بطبيعه عندنا هالدورات هذه، الدورات العاديه للمركز قاعدين نقوموا بها، وزياده على الدورات هذه قمنا بالتكوين اللي حضرتك تحب تسأل عليه، دونك اللي هو في المبادرة التونسية الألمانية في التكوين للتكوين في مجال البناء مع المركز. نعم، هي في إطار اتفاقية مع الجانب الألماني من خلال BBW. قمنا بالتكوين هذا تأهيل جزئي في البناء والتكسية، الماسون إيكارلور، من خلال 4 دورات. تقريبا بدينا في 18 مايو 2021 وتنتهي ان شاء الله في 30 جوان 2023. داكور. الدورة الرابعة ان شاء الله في 30 جوان في الشهر هذا تنتهي الدورة الرابعة. تمكنا خلالها تقريبا من تمكن 130 متربص من القيام بهذا التكوين. 130 متربص بالطبيعة في زوز اختصاصات. طاقة الإدماج في الدورتين الأولين اللي سعينا بها تقريبا حوالي 70%، لكن أغلبها في القطاع الغير منظم، لأن المتربصين وقت اللي يخرج يولي يلوج على الفلوس والشهرية يلقاها في القطاع الغير منظم أكثر من رغم لتوفير بعض العقود مع الليتيكا مع الشريك المهني، ولكن معناها يحبوا الأكثرية ميلة للقطاع الغير منظم. عندنا تقريبا 10 من الدورتين الأولين 10 عقود قمنا بهم معناها في القطاع المنظم بإعانة الشريك المهني، معناها غرفة البناء متمثله معنا في الغرف الجهويه. كان في بالنسبه لنا احنا في جابس خدمنا على الغرفه الجهويه في جابس والغرفه الجهويه في الساقس. معناها توفرت عقود الشغل اللي تقريبا طالب اللي كل متربص يوافق على عقد شغل بحول الله، معناها نقول عقد الشغل نتاعه، ويتمتع حتى بلا CVP معناها العقد الاعداد للحياه المهنيه، معناها اللي معناها عملوه خاص بهم هم. هو نعرفوا العقد هذا يتم للمتخرجين الجامعيين، لكن لهم هم الدولة معناها تكفلت باش تعطيهم تمكنهم من العقود هذه. واضح. تعطيني فكرة سي حسين على التأهيل الجزئي. التأهيل الجزئي نتاعنا التأهيل كما قلت لك في البناء وتأهيل في التكسير الماسون اي كارلور، معناها هذوما زوز اختصاصات. كل دورة فيها كل 3 دورات الأولين خدمنا بكل جروب معناها 15 متكون، 15 في البناء و15 في التكسير. بالنسبة للدورة الرابعة الوزارة طلبت لنا أن نعملوا 20 متربص، عملنا دونك 20 متربص في البناء و20 متربص في التكسير. واضح سينو. يتمتعوا المتربصين كذلك بمنحة معناها عن طريق الوزارة، ياخذوا في منحة 150 دينار اللي تغطي لهم حتى إذا كان عندهم معناها ظروفهم الاجتماعية ما هي ككل. وهي بالذات تعاملت للناس اللي خصوصا ما تنجمش تلتحق بالتكوين العادي، اللي إذا كان عندها ما توفرش فيه شروط باش يلتحق بالتكوين العادي، نجم يكون يتوفر له التكوين الجزئي.
وهو حقيقة تو حاليا فما ميل للاختصاصات السريعة اللي 4 أشهر و6 أشهر، فما ميل معناها للاختصاص. عندنا حتى شكون تمكن بهذه الشهادة معناها من الالتحاق حتى بالخارج معناها والعمل، لأن الجانب الألماني يوقع معنا على الشهائد اللي معناها دوبل سيناتور معناها من الشهائد معترف بها يعني. أي واضح. شكرا لك، يعطيك الصحة سي حسين الكيلاني، مدير مركز قطاع التكوين والتدريب المهني القطاعي في البناء والتنقيب بجابس على كل هذه المعطيات.